السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بكم في قناتي وقناتكم قناة اسرار حياتنا، لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة. برحب بكم في كل مكان وفي اي مكان، وجودكم نورني ومشرفني. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وسلم. النهارده هقول لكم وصفة قوية جدا جدا لحدوث الحمل السريع. الوصفة دي بتجيب نتائج رهيبة جدا، ومن أقوى الوصفات اللي هتساعدك على حدوث الحمل. لو متأخرة في الحمل وضاق بيكي الصبر ورحتي لدكاترة كتير وخدتي علاجات كتير ويأستي من العلاجات ومن الأدوية، اعملي الوصفة دي وتوكلي على الله، هتجيب معاكي نتائج هايلة جدا ان شاء الله بإذن رب العالمين. خليكي معايا واسمعي الكلمتين اللي انا هقولهم دول، لانهم هيفيدوكي جدا، ويا رب يكرمكم جميعا الذرية الصالحة ويكرم كل مشتاق يا رب العالمين. الوصفة دي هي وصفة قديمة جدا ومن زمان، ولكن كان ناس كتير بيستخدموها عشان حدوث الحمل. وهي وصفة بسيطة جدا موجودة في كل بيت، او ممكن تجيبيها، مكوناتها سهلة جدا، ولو استخدمتيها ان شاء الله باذن ربنا هتساعدك على الحمل بسرعة. جربيها بالطريقة اللي انا هقولك عليها، بس لها ميعاد معين ولها طريقة معينة، واعمليها وهتستغني عن اي ادوية ممكن تساعدك على الحمل. اما تجربي الوصفة دي ان شاء الله باذن ربنا هتستغني عن اي ادوية، وان شاء الله هتساعدك على حدوث الحمل السريع، وهي بمثابة حاجة بتطهر الرحم وبتطهر المهبل عشان حدوث الحمل السريع ان شاء الله. الوصفة يا بنات، اول حاجة اول مكون فيها هي بصلة صغيرة جدا، البصلة اللي هي بتاعت الطعام. تمام، بنجيب بصلة صغيرة، وبعد ما تجيبي البصلة بتجيبي شوية على قد كف الايد من الشيح موجود عند اي عطار. الشيح ده طبعا احنا بنستخدمه في طرد الحشرات والحاجات اللي هي بتبقى التعابين والحاجات دي. بتجاب من عند العطار، بتقول انا عايزه الشيح، وفي اي بلد عربيه ليه نفس الاسم. يعني انت لو رحتي اي بلد عربيه هتلاقي نفس الاسم بالظبط، او انت لو في بلد عربيه نفس الاسم بالظبط. تمام، اسمه الشيح. بتجيبيه من عند العطار وبتجيبي بصلايه صغيره من عندك. تمام، دي المكونات اللي احنا محتاجينها. ومحتاجين معاها شاشه او فانيلا، لو زوجك عنده فانيلا بيضه قديمه طبعا بتاخدي منها حته وبتقصيها، اللي هي الفانيلا الداخليه. تمام، لو ما عندكيش شاشه ممكن تستغني عن الشاشه بالفانيلا، اللي هي ابسط شيء عندك موجود في البيت. طيب الطريقه ازاي؟ الطريقه سهله جدا وبسيطه. وبتعمليها. وعايزه اقول لكم ان الطريقه دي اصلا من زمان جدا جدا جدا، من اجدادنا واجداد اجدادنا، يعني من الجدات. والوصفه دي قويه جدا جدا وبتجيب نتائج فعلا كويسه جدا. ولو في اي واحده هنا في القناه عندها جدتها او ستها وبتعرف في الحاجات دي وسالتها عن الوصفه دي، هتقول لها فعلا المعلومه دي. تمام، طيب احنا بنجيب البصله دي بنشويها، بنحطها على النار وبنشويها زي ما هي كده، بتحطيها على عين البوتاجاز وبتشويها. بعد ما بتشويها بتشيلي الطبقه الخارجيه منها، وبعد ما بتشيلي الطبقه الخارجيه منها بتجيبي اي حاجه بتدقي بيها زي الهون او اي حاجه بتدقي بيها. تمام، بتجيبي الهون وبتدقي بيها البصله على الهون كده، بتبداي تدقيها لحد ما تنعميها. طبعا بتجيبي شويه من الشيح وبتحطيهم معاها وبتدقي الشيح مع البصله. يعني انتي البصله دي مجرد ما تحطيها بس وتحطي معاها شويه من الشيح بس، بتشيلي اللعقاب اللي موجوده في الشيح، لان اللعقاب دي لو موجوده ممكن تعور. تمام، فبتشيلي اللعقاب دي بتبقى طويله كده، رفيعه وطويله، بتشيليها من الشيح، وبتجيبي البصله وبتحطيها وبتحطي شويه من الشيح بعد ما تشيلي منه اللعقاب، وبتدقيهم الاتنين مع بعض لحد ما توصلي لدرجه ان انت تنعميهم جدا، تخليهم ناعمين جدا. تمام، بعد ما تنعميه تيجي جايبه الشاشه او جايبه اللي هي تعتبر الفانيلا او الشاشه، وتيجي جايباها حاطه شويه منها صغيرين جدا تعمليها شكل اللبوسه. يبقى احنا بنجيب الشيح بنحطه مع البصله وبندقهم كويس جدا
اما بتدقيه كويس جدا تيجي واخداه وجايبه الفانيلا او الشاشه وتحطي شويه منها صغننين جدا، تعمليه زي اللبوسه الصغيره وتخلي لها ديل من تحت. تمام، يعني هتربطيها وتخلي لها ديل من تحت، وهتيجي جايه حطاها في اول الفتحه بتاعه المهبل كده، تيجي حاطه اللبوسه دي اللي انت عملتيها وتسيبي الديل بتاعها من تحت. تمام، ليه بقى؟ لان انت بتيجي تشديها من الديل ده عشان تطلع معاكي، يعني هتسيبي الديل نازل منها وتحطيها هي من جوه. تمام، عشان تشدي الديل ده تنزل معاكي بكل بساطه. في ناس ما بتبقاش عايزه تعملها زي اللبوسه، بتبقى عايزه طريقه تانية وتكون برضو كويسه ومن غير ما تبقى شبه اللبوسه. تعمليها ازاي؟ ان انت تجيبي الشيح والبصل، تمام، تبشري بصلايه وتحطي معاه معلقتين شيح وتغليهم في ميه وتصفي المكون ده وتاخديه بالسرنجه وتعملي غسول مهبلي بعد الطهاره من الدوره لمده 3 ايام. يعني سواء الوصفه دي احنا بنعملها بعد الطهاره من الدوره لمده 3 ايام، او سواء الوصفه التانية بتعمليها برضو بعد الطهاره من الدوره لمده 3 ايام. تمام، بتاخدي الميه بالشيح دي بعد ما تصفيها تعملي تشطيف مهبلي، او بتاخدي اللبوسه دي اللي انت عملتيها وبتحطيها وتغيريها تاني يوم تعملي واحده جديده، تالت يوم تعملي واحده جديده، وهكذا بنفس المكون اللي انت عملتيه بتشيليه في التلاجة وبتعملي بيه كل يوم واحده جديده، لانه طبعا بيكفيكي، يعني بيكفيكي ايه ممكن مرتين 3 واكتر كمان. تمام، الوصفه دي قويه جدا جدا، بتخرج اي ميه موجوده في المهبل والرحم بتعوق الحمل، اي بروده او هواء في الرحم بيعوق الحمل بتخرجه، بتعالج الالتهابات بكل انواعها، فبالتالي يحصل معاكي حمل سريع. لان في ناس بيكون عندها التهابات متكرره، فالالتهابات المتكرره دي تكون هي سبب في تاخر الحمل. بتعالج معاكي حاجه والناس بتوع زمان كانوا بيقولوها، اللي هي لا قدر الله لو عندك سحر ارحام او عندك اي مشكله او عوارض مؤخره الحمل بتعالجها. كمان كانوا بيقولوا ان هي بتعالج الكبسه والمشهره، يعني كان اي واحده متاخره في الحمل وعندها كبسه او مشهره كانوا بيقولها اعملي الوصفه دي لانها بتعالج الكبسه او المشهره فتساعدك على الحمل. فانت جربي الوصفه واعمليها وتوكلي على رب العالمين، وان شاء الله باذن ربنا ياتي بالخير ليكم ويرزقكم جميعا الذريه الصالحه. اوصيكم طبعا بقول ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين كل يوم 100 مره، قراءة سورة مريم بنية تيسير الحمل والرزق بالحمل ان شاء الله، وان انتوا تقربوا من ربنا وتدعي دايما في سجودك وفي صلاتك وفي قيامك وفي كل وقت ان ربنا يرزقكم بالحمل، والله ربنا هيستجاب وهيسمع لكم. ربنا كريم وربنا الرزاق وربنا العاطي، يا رب يرزقكم ويعطيكم ما تتمنوا يا رب العالمين. ما تنسونيش في لايك حلو من ايديكم، شير للفيديو، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله ومعلومه جديده. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.